وكنميل يدي باش يتقاد، غير كنميلها هكا باش يتقاد، ما كنديرو فوق منه لا لالوش لا حتى حاجه، ما كندوزوها فوق منه باش حيت كاين بعض المرات الا دوزنا لالوش فوق منه ديك البلاصه اللي كدوز فوق منها ما كتتقبش لينا. فغير كنميلو هكا يدينا وصافي، كنوضعوه فوق البوطه على عافيه متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف باش يتثقب لينا. وها هي البغريره من بعد ما طابت كنحيدها من المقلاة، وهذا هو شكلهم من بعد ما طابوا. دهنتهم بشويه ديال الزبده والعسل، وانتم كتقدروا تقدموهم مع اي حاجه كتفضلوها. كنتمنى يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله وينجح لكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.